في شخص كان في حياتك بعد عنك فجأة. الشخص دوت كان بينكم حب، ومرة واحدة اتغير عليكي. البعض منكم الشخص ده كان في علاقة جواز او ارتباط من قبل، لاني شايفة ان في علاقة ثلاثية هنا. الشخص ده لا اما متزوج او انت متزوجة، حصل بينكم علاقة حب جامدة جدا، كان فيها مشاعر، لكن كان فيها خوف طول الوقت. كان فيها خوف لا الطرف الثالث يعرف او يكتشف الموضوع بينكم ويحصل مشاكل. شايفة هنا ان انت عندك مشاعر قوية جدا للشخص ده، بس خايفة ومترددة، مش عارفة تعملي ايه. خايفة كمان من الشخص، خايفة كمان ان الشخص يكون بيضحك عليكي او ما بيحبكيش او ما عندهوش طاقة ليكي كزواج او ارتباط. مش عارفة تاخدي موقف، مش عارفة اما تنهي العلاقة او تفضلي في العلاقة تاني. طاقتك هنا قدامي بتقول ان الشخص ده بيحبك زي ما انت بتحبيه، وهو كمان خايف من شخص، لا اما زوجة لا اما اهل هيرفضوا العلاقة بينكم، حد هيرفض العلاقة تماما. فهو كمان خايف من الموضوع دوت، عشان كده اتغير كتير جدا معاكي. عشان كده ما بقاش يديكي الحب اللي انت كنتي بتشوفيه منه في الاول. الطاقة بتاعتك هنا بتقول ان الشخص دوت هيرجع يديكي امارة للحب، او امارة ان انتوا هتكملوا مع بعض، زي ان هو هيطمنك بشيء او هيوعدك بشيء وفعلا هينفذه. لان الشخص دوت في البعد حس ان هو مش عارف يكمل من غيرك، حتى لو بادرتي او كلمتيه وصدق. فانا بقولك ان الشخص ده لسه بيفكر ولسه عايز يرجع العلاقة بينك وبينه تاني. هيلف هيلف وهيرجع. استقبلي الطاقة النهاردة ان انت عندك طاقة رجوع مع الشخص ده، ان الشخص ده لسه بيحب ولسه مغرم ولسه عايز العلاقة معاكي جدا. طاقة النهاردة روحانية علشان الشخص اللي احنا اتكلمنا عليه، والطاقة اللي احنا اتكلمنا عليها الطاقة الثلاثية او الرباعية اللي عندي في الطاقة النهاردة. الطرود النهاردة بيقولك النصيحة ان انت تعمليها، اجذبي الشخص ده ليكي بكود روحاني 454. 454 كود روحاني متفاعل معاكي 24 ساعة لجذب الشخص دوت ليكي تاني بطاقة حب جديدة، بطاقة أمل جديدة، بعهد هيعمله معاكي. وساعتها هتطمني جدا ان الشخص ده مش هيسيبك او مش هيبعد عنك او مش هيتخلى عنك، وهيفضل معاكي. استقبلي الطاقة، فعلي الكود معايا، اعملي متابعة للفيديو للصفحة علشان يوصلك كل جديد، وعلشان اعرف اربط الطاقة بتاعتك معايا النهاردة.